السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نطرزوا الشعر الرسمه ديالنا، مثلا رسم البنات ولا رسمنا شي حاجه، كيفاش اننا نطرزوا الشعر ديالنا. المهم ما تمشيو فين، خليكم معايا حتى اخر الفيديو ونبداو على بركه الله. اللي مازال ما اشتركش على هذا الفيديو يشترك ويدير جيم وشي كومونتير زوين. حاجه غادي نقل الرسمه ديالي للثوب. على بركه الله حنا غادي ندير اللون المارو، ودرت هنا ثلاثه ديال سميتو ديال الشعرات، ثلاثه ديال الفلات. اول حاجه غادي نبداو هي اننا نديرو الحشو لهاد الدائره هذه. المهم هنا بعد ما درت الحشو لديك الدائره غادي نبدا ندير الشعر. غادي نبدا ندير الخصلات ديال الشعر. اول حاجه كنخرج الابره من هنا وكناخذ القياس ديال الخيط اللي بغيت نخلي. مثلا غادي نخلي انا قياس ديال هكا، داك القياس هو اللي غنبقى مشيطه ديال زعما نقص واحد الشويك. يعني هذا هو القياس اللي غادي نخلي ديال الشعر. ما فلتش من بين يدي، غادي نجي عاوتاني حداها وغادي ندير نفس العمليه. غادي نمشي بنفس الطريقه هذه اللي درت، غادي نمشي بها مع هذه الدائره هذه كامله. المهم كيف ما قلت لكم هذه الطريقه يعني غادي نمشي مع هذه الدائره كامله. هنايا درت غير جوج ديال الخيوطه، جوج ديال الثلاث. ضروري داك الخيط اللي كنشيطو خصنا نشدوه بصبعنا باش ما يبقاش يتجر. المهم غادي نكمل هاد الدائره هذه كامله ونولي نرجع لكم. غادي نعاود نولي نسهل لكم مزيان. المهم اول حاجه كيف ما قلت لكم كنديروا الحشو لهاد الدائره هذه. وهنايا غادي نبداو بحال هكا. هنا ديجا وصلت للنص، وصلت للرقبه. تنطلعوا الخيط، تناخذوا القياس ديالنا. مثلا هذا القياس هذا انا اللي خدامه عليه، اللي مشيت عليه، تنشدو هكا بصبعي باش ما كيهابش، باش ما كيبقاش يتجر. وكنولي نضرب الخيط الغرزه حداه بحال هكا، ما تجرش بزاف باش ما يهربش، وتبقى ديما شاد داك الخيط بصبعك. كتولي تعاود ضربه اخرى. بحال هاد الشكل. كنمشي مع داك الدائره كامله وكنكملها. يكون واضح وباين. شويه كيشد الخيط بزايد، يعني غتبقى تعاود الخيط وتولي ديري وتعاود وتولي ديري.
داكشي علاش درتو غير على جوج، غير على جوج في 3. المهم الا عجبك الفيديو ما تنسيش انك ديري معاك واحد لايك، تخلي معاك واحد الكومونتير زوين، واذا كنتي ما مشتركاش في القناه ديري اشتراك الا بغيتي طبعا، وشجعونا نيت نبقاو نديرو دي فيديو واحد اخرين، يعني باش نتشجعوا ما نحبسوش الفيديوهات وحدين. المهم فاش كيتسالى خيط كنعقدو كنولي نعاود خيط واحد اخر. المهم ساليت، المهم هنا كتجي لهذا الشكل هذا بحال هكا. هنا نتوما غادي نجي غادي نقطع هاد الجوايه هادو اللي مجموعين. نديرهم هكا كاملين. كتبقى لكم حريه الاختيار، وانتم شنو كتبغيو ديروا، غادي ديروا ضفيره، غادي تجمعوا لها سفنجه. خصنا نجيبهم مسطر هذا الشيء، يا اما غادي تجمعوا لها بحال هكا. المهم انا قررت ندير ضفيره. المهم كيف ما قلت لكم قررت ندير لها ضفيره. شو جبت المسطر باش نمشط ليها شعرها، باش نمشط ليها هاد السوالف. كيف ما شفتوا ديال هادشي هذا، وداك الشيء اللي بقى زايد هنا وما بقاش غادي نقادو. كتجي زوينه بزاف. المهم غادي نطرز لها الحوايج وغادي نولي نوريكم النهايه كيفاش جات. وما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف، ما غادي نطرز لها الحوايج بالحشو وغادي نوريكم النهايه في الاخر. المهم كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو هذا، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطرزه ديالنا. المهم هنايا انا شديتها بنفس الخيط بنفس اللون، هاد الضفيره هذه. وهنايا غرست درت لها الحشو المتداخل، ودرت 3 ديال الالوان كيف ما كتشوفوا هكا، وجات على هذا الشكل هذا. وإلا كان عجبكم الفيديو واستفدتوا شويه مهم، وكنتمنى ان يكون الشرح ديالي مبسط ومفهوم، وكنتمنى انكم تخليو معكم لايك وشي كومونتير يكون زوين، واللي ما مشتركش يشترك معايا في القناه. وشكرا بزاف الناس اللي متبعيني واللي حاضرين في الفيديو ديالي. المهم هذا اخر فيديو، تهلاو في راسكم بزاف بزاف. الفيديو واحد اخر ان شاء الله. باي.